السلام عليكم البنات، ومرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم شهيوات هالة. نتمنى ان شاء الله يعجبكم لي فيديو اللي تنقدم لكم ويكونوا ينالوا رضاكم ان شاء الله. غادي نقدم لكم فقاس صراحه كيجي هماوي، شي حاجه ديال تحميره الوجه، والمذاق ما نقول لكمش، المذاق زوين بزاف بزاف ان شاء الله. نتمنى يعجبكم وندوزو المقادير. بالنسبه للمقادير، انا عندي المقادير هنا ديال 2 عجنات، يعني غادا نحتاج 2 ديال العجنات. غادا ندير فيهم 13 البيضه، ماشي 13 البيضه غندير في العجنه، غادا ندير 12 البيضه. وديك الصفر ديال البيضه غناخدو وغنديرو في زلافه، ها هي كتبان لكم، انا غنوريها لكم. والبيض غنزيدو مع ديك 12 البيضه. بالنسبه للصفر غادا نزيد معاه شويه ديال الحليب، وغادا نزيد معاه قهوه سريعه الذوبان. وخلاص البيض ديال ديك الصفر ديال البيضه كنكون زدتو مع ديك 12 البيضه. بالنسبه للمقادير، غادا نحتاج شويه ديال الملحه، 2 زلايف ديال السكر سنيده، و2 زلايف ديال الزيت. وعندي تما 2 معالق ديال حبه حلاوه، و2 معالق ديال النافع، وعندي 4 ديال الخمارات، وعندي 2 ديال الفاني، وعندي معلقه صغيره ديال القرفه. ها هي اللي كنوري لكم دابا، معلقه صغيره ديال القرفه هي هذه. بالنسبه لهنا عندي 2 كيسان ديال اللوز، و2 كيسان ديال الزنجلان. بالنسبه للوز والزنجلان انا عبرهم بقياس كاس العنبه، يعني 2 كيسان. وحتى الزلايف راه عندي كل زلافه كتهز 2 كيسان بقياس العنبه، من القياس ديالهم هو قياس العنبه. بالنسبه لهنا انا درت شويه ديال الملحه، ضروري بشويه ديال الملحه. وعندي تما الطحين مغربل، خلاص 2 كيلو ديال الطحين مغربل. بالنسبه لهنايا درت هادوك 2 كيسان ديال سنيده، وغنزيد عليهم 2 كيسان ديال الزيت كيف ما كتشوفوا معانا. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم الوصفات اللي تنقدم لكم. هنا عندي حبه حلاوه حتى هي مطحونه، 2 معالق ديال حبه حلاوه. وعندي 2 معالق ديال النافع حتى هو مطحون، منقي بطبيعه الحال مطحون. عندي هنايا 2 ديال لي فاني، وعندي هنا معلقه صغيره ديال القرفه. بالنسبه لديك الخمارات، ديك 4 الخمارات مع داك الطحين غنخليهم هما اخر حاجه. وغادا نزيد دوك 2 كيسان بقياس العنبه اللي درت، 2 كيسان الزنجلان، وكذلك غنزيد 2 كيسان ديال اللوز. بالنسبه للوز انا راه درتو هنايا ما رطبتو ما حتى شي حاجه، يعني اللوز عادي كنشدو كنمسحو ما بين واحد الفوطه ولا شي زيف نقي المهم وصافي، وكنديرو في العجينه ديالي صافي. كنبدا كنحرك داك الخليط تيتخلط ليا مزيان، ما يبقاش البيض باين بوحدو والزيت بوحده وسنيده بوحده، كيتخلط ليا داكشي مزيان مزيان كيف ما شفتوا. هنا راه الخليط بدا تخلط ليا، بالعكس تخلط ليا مزيان، ما بقاش كيبان ليا الزيت مفرق على السكر وعلى داكشي. المهم تخلط الخليط مزيان. هنا غنبدا نضيف الطحين بشويه بشويه. بالنسبه للطحين انا عندي 2 كيلو، كل عجنه كتهز ليا كيلو. بالنسبه كل واحد والطحين اللي غادي يستعمل عاوتاني، تقدر يهز لك كيلو، تقدر يهز لك كيلو وشويه، تقدر يهز لك كيلو ناقص شويه. المهم غتبقاو ديروا داك الطحين وعينكم ميزانكم. هنا عندي دوك 4 ديال الخمارات هما غنديرهم فوق الطحين، وغنبدا نخلط حتى تجمع ليا العجينه. نبدا نخلط انا كنخلط، نزيد الطحين وانا كنخلط تنشوف القياس اللي يجمع ليا العجينه. راه كل نوعيه ديال الطحين وكيفاش دايره، تقدر تجمع لكم بداك 2 كيلو، تقدروا تزيدوا تقدروا تنقصوا على حسب النوعيه ديال الطحين. المهم غنبقاو نجمعوا كيف ما شفتوا، غنخلطوا حتى نجمع العجينه ان شاء الله ونرجع لكم. المهم هنا من بعد ما جمعت العجينه كيف ما شفتوا، بالنسبه للعجينه راه هانتوما باينه ليكم درت داك الطحين كامل. من بعد ما تجمعت ليا كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل، ما تجيش قاصحه بزاف وما تجيش جاريه بزاف. المهم القوام ديالها كيجي بحال هكا، ما تبقاش تلصق ليكم في اليد، هذه اهم حاجه. ما تلصقش ليكم في اليد باش تعرفوا العجينه صافي تصاوبات، ما تلصقش ليكم في اليد.
بالنسبه ليا انا غادا نقسم هاد الرولو هذا نقسموه على 4 ديال على 8 ديال الكويرات، حيت عندي جوج عجينات قسمت على 8 ديال الكرات. وغنبقى نحربل حرابل بحال هكا ونوضع في اللاطه اللي ديجا دايره ليها كاغيط ديال الفران او ورق الزبده، المهم كل واحد وشنو كيقول له. المهم غنبقى نحربل حرابل بحال هكا وغندير في اللاطه بحال هاد الطريقه. كنقاد الجنيبات وكنعاود نحربل ونقاد الجنيبات، كيجي داك الرولو ديالنا مقاد بحال هكا. وندير كل لاطه كتهز ليا، بالنسبه للاطات ديالي انا كل لاطه كتهز ليا 4 ديال الحرابل. وبالنسبه ليا انا كنطيب في الفران ديال البوطه كيف ما شفتوا هكا، كنحربل ونقاد ثاني جنيبات بحال الشكل. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الوصفات اللي كنقدم لكم كيف ما شفتوا هكا. وكنديرها في اللاطه على هذا الشكل هذا. من بعد غادا نصوب، غادا نحرب الحرابل الاخرين وغنرجع لكم عاوتاني ان شاء الله. انا من بعد ما حربلت الحرابل كاملين درتهم في اللاطات، هنا خلطت داك صفر بيضه اللي وريت لكم في الاول مع داك مع شويه ديال الحليب ومع القهوه سريعه الذوبان. المهم نتوما غادي ديروا، راه هنا درت تقريبا شي 2 معالق كبار مع الحليب. صراحه انا درت عيني ميزاني، ما عندي كميه كبيره، كثرت شي شويه الحليب، ماشي كثرت بزاف وانما مهم غنكون درت داك 4 كاس ولا كثر ديال الحليب على حسب باش يكفيني دوك 2 لاطات. هنا المهم غندهنوا الجنيبات وندهنوا الحرابل ديالنا كاملين بحال هكا كيف ما كتشوفوا من الجنيبات وكل شيء، باش كيجي المنظر ديالو زوين. ما تيجيش جهه مدهونه وجهه لا، يجي كاع الجهات مدهونين. انا من بعد ما دهنتهم كاملين غنبدا جبت فرشيط وغنبدا نخطط خطيطات على هذا الشكل كيف ما كيبان لكم هنايا في الفيديو بحال هكا. المهم غنستمروا بحال هكا. وإلا عجبتكم القناه ديالي ما تنسوش تشتركوا معايا في القناه ديروا جيم، وان شاء الله يوصلكم الجديد ديالي ان شاء الله باذن الله. ونتمنى يعجبكم لي فيديو، وان شاء الله الا عجبكم لي فيديو ديروا لي واحد الكومونتيرات، وان شاء الله يا ربي نكون عند حسن ظنكم ان شاء الله. بحال هكا كنبقاو كنشرطوا بهذاك الفورشيط على هذا الشكل هذا. المهم كيف ما قلت لكم هنايا من بعد ما غادا نسالي هاد الحرابل هادو غندوز غندهن الاخرين حتى نوري لكم اللاطات مجموعين. اما بالنسبه لطريقه الطياب راه كيطيب على نار اللي تكون مهيله بزاف. كنديرهم من الفران من الفوق وكنشعل عليهم العافيه من التحت، كل العافيه لتحت ديالهم، ويطيبوا على نار اللي مهيله بزاف بزاف. وعلى الخاطر كنفجج عليهم شويه الفران. هنايا من بعد ما طابوا تقريبا كياخذوا لنا ديك الساعه ديال المكانه. هنايا غنغطيهم بواحد البلاستيك غذائي وغندير عليهم واحد الفوطه فازقه ونعصرها كيف ما شفتوا هنا. من بعد ما باتوا ليله كامله هكا كيجي داك الحربال ديالنا كيكون محمر غير واحد شويه من التحت، ما نكثروش ليه، ما نخليوش تيفوت في الطياب، حيت الا فوتنا فيه الطياب راه كيتهرس لينا الفقاص وكيجي حنا تنقطعوه هو تيتهرس. خصو يكون كيف ما وريت لكم في الفيديو محمر غير مذهب صافي. كيف ما شفتوا انا كنقطع الفقاص، ها نتوما كيما شفتوا قطعته، راه نهائيا ما كيكونش الكسور وراه كيجي زوين وكتقطعوه بكل سهوله، كاع ما كياخدش منكم نهائيا الوقت. راه ما شاء الله ما شاء الله كنقطعو بواحد الطريقه اللي هي سهله وما خداش مني نهائيا الوقت، غير قطعته واستفتو في الفران في اللاطه ديال الفران. كيف ما قلت لكم انا راه ما كنثقبش الفقاص، ما كندير والو نهائيا، ما كنردوه هكا كيطيب في الفران.
وتيطيب وكنفجج عليه غير شويه الفران باش ما تيتفرقاش، واحد شويه صافي، وكتبقاو ردين مع البال. كيف ما قلت لكم هنا بعد ما قطعت الفقاس كنستوي في اللاطات. انا كندخل الفقاس ديالي كنردو من الفوق د الفران حتى كيشد راسو شويه من الفوق، عاد كنردو بالتحت كيف ما شفتيو. راه عندي لاطه الفوق ولاطه لتحت في الفران. كيف ما كتشوفوا راه الفقاس كيجي غزال. هنا من بعد ما تحمر لينا الفقاس راه كيجي زوين بزاف، وفي المنظر كيجي رائع. وان شاء الله نتمنى ان شاء الله يعجبكم لا فيديو. شكرا لكم بزاف.